مصدر من الأهلي يفجرها: الساعات القادمة ستشهد اتخاذ الخطيب للقرار النهائي بشأن ضم بن رمضان أو لا. القرار الآن عند محمود الخطيب دون غيره. أكد مصدر من داخل النادي الأهلي على أن الساعات القادمة سوف تشهد قرار مصيري وحاسم ونهائي من رئيس الأهلي والمشرف العام على الكورة محمود الخطيب بشأن صفقة محمد علي بن رمضان. بمعنى خلال الساعات القادمة لو الخطيب منح أمير توفيق الضوء الأخضر من أجل حسم صفقة بن رمضان، هنلاقي بن رمضان بإذن الله يجي الأهلي قبل يوم 12 سبتمبر علشان يتم قيده في قائمة السوبر. لكن لو العكس بقى، الخطيب منح الضوء الأحمر لأمير توفيق وليس الأخضر، يبقى الكلام ده معناه كده خلاص إن النادي الأهلي عمل إلغاء على صفقة محمد علي بن رمضان، عمل عليها كده إكس كبيرة، وإن الصفقة دي اتلغت تماما. وقتها هيكون كارلوس ستراندبرج هو الأقرب للانتقال للنادي الأهلي أو أي مهاجم أجنبي تاني.